دلوقتي بقى هنشوف وصفتنا الجميله دي بقى، هنشوف عملناها ازاي، ونشوف الكب كيك الجميل ده هيطلع معانا ايه حلو ازاي. دلوقتي احنا مقاديرنا سهله وبسيطه خالص، ويعني كلها حاجات موجوده في البيت تعملي بيها حاجه حلوه وحاجه جميله وحاجه تفرحي بيها ولادك، بمكونات كلها سهله وايه حاجه مفيش بعد كده يعني. فاحنا دلوقتي هنعوز 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وعليهم معلقه خل، ونعوز نص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر، وكوبايه لبن، وطبعا 3 كوبايات دقيق، وعليهم رشه ملح، وهنحط عليهم البيكنج باودر، كيك شيف بقى او اي نوع زي ما انت عايزه. حطي عليهم الباقي، نقلب طبعا ايه المكونات ايه الجافه كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده ايه خلصنا المكونات الجافه وحطيناها ايه على جنب. وطبعا ايه الفانيليا هنحطها برده ايه مع البيضه اهي، عشان برده ايه كله يبقى ايه مع بعض كده، وعرفنا ايه مقاديرنا كلها وظبطناها. دلوقتي بقى نحط البيض في الخلاط بتاعنا، مش هنعمل بالمضرب دلوقتي، الخلاط على طول هنحطهم في الخلاط. وهنعوز الزيت برده نحطه برده عليه، كله كده نحطه على بعضه، ومش هياخد معانا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. والسكر وايه كوبايه اللبن، عشان بقى تعززي الطعم كده وتخليه طعمه حلو. هنحط ايه معلقه ايه سمنه، معلقه سمنه بلدي كده تدي ايه طعم جميل بقى ايه، وتعزز كده ايه الطعم. وهنضرب ده كله بقى في الخلاط، ونشوف بقى ايه يا حبايبي هيطلع ايه حاجه جميله، حاجه التحفه دي، وهنشوف هتطلع عامله ازاي. بس ما تنسوش بقى قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بقى ضربنا كل المكونات في الخلاطه اهي زي ما انتم شايفين. هنقوم ايه دلقينها بقى على الايه الدقيق، ال3 كوبايات دقيق بتوعنا، ونقلب بقى كده ايه عشان القوام كله كده يختلط مع بعضه ويبقى ايه حاجه كويسه. فين القوام بقى جميل عامل ازاي؟ لازم القوام يكون ايه ناعم وسايح كده، ما يكونش ايه جامد، عشان لو جامد هيطلع معاكي الكيكه والكب كيك مش حلو. لازم تكون يعني ايه طريه كده وجميله كده. فاحنا دلوقتي بقى جبنا ايه صينيه الكب كيك بتاعتنا، وحطينا فيها اللي هو الورق الزبده ده بتاع الكب كيك. ده موجود في اي محل من بتاع الورقيات، واللي هي الايه الادوات اللي هي ايه الورقيه هتلاقيه موجود فيها. وممكن يكون في كمان الكب كيك اللي هي ايه الحاجات الصغيره دي، بتكون ايه اللي هي عامله زي الالومنيا، قوالب كب كيك الومنيا. فدي ممكن تستعمليها، وممكن تستعملي دي لو انت عندك الصينيه دي. دلوقتي بقى احنا هنحط فيها الايه الكب كيك بتاعنا باي، ما تحطيش بقى كتير يعني، انت هتحطي ايه حوالي بس نص الايه الكب كيكايه دي. هنحط ايه حوالي نصها بس، عشان طبعا كده هتكتر يعني، ما تملاش على اخرها عشان ما تلاقيهاش ايه طلعت بره خالص وايه بوظت الدنيا. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين حطيناه بقى ايه في القوالب اهو زي ما انتم كده شايفين. وحطينا بقى ايه لو عندك شوكولاته قطعيها كده مكعبات صغيره، وحطي بقى في كل واحده مكعب كده شوكولاته، يديكي بقى ايه طعم جميل وشكل جميل، ويبقى طعمها في منتهى الجمال. وطبعا الباقي بقى اللي فاض بقى من الكب كيك ده حطيته بقى ايه في الايه القوالب دي زي ما انتم شايفين كده. برده دي بتتباع برده عند ايه بتوع المنتجات الورقيه، هتلاقيها ايه هناك بايه باسعار كويسه يعني، مش غاليه ولا حاجه. فهنعمل بقى فيها دي برده بتطلع بقى جميله وتتذوق، ونحط عليها شوكولاته ونحط عليها كريم شانتيه، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. فاحنا دلوقتي هندخل دول الفرن، بس طبعا لما تيجي تدخليه في الفرن تحطيه في صينيه المونيا، عشان لو حطيتيه كده هيتحرق منك. لازم تحطيها ايه في صينيه المونيا. وهنحط ده برده في صينيه المونيا وندخلهم بقى الفرن. ونعمل بقى دلوقتي ايه نسيح بقى حته شوكولاته كده على الوش، ونعمل ايه حبه كريم شانتيه صغيرين برده كده، عشان ايه يدي ايه شكل حلو ايه للكب كيك بتاعنا، واكنك شاريه من بره بالظبط. دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى الكب كيك طلع معانا ازاي، وشكله بقى متحمر كده وجميل، والشوكولاته شايفين عامله ازاي فيه. دلوقتي بقى هنطلعه من الورق بتاعه وايه، ونحطه بقى في الشوكولاته بتاعتنا اللي احنا سيحناها. طبعا الشوكولاته دي بتسيحيها طبعا على ايه، لا اما حمام ميه سخنه، لا اما بتحطيها في الميكروويف بتسيح على طول معاكي بشويه ايه معلقه زيت بس وخلاص، ويطلع معاكي ايه الشوكولاته في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين بقى كده عامله ازاي جميله. هنحطها بقى كده في ايه في الشوكولاته اللي احنا سيحناها، شايفين الجمال. وهنحطها بقى ايه عشان تنشف شويه. وهنعمل كمان بقى واحده.
شايفين الجمال؟ حاجه كده جميله، حاجه كده تحفه تعمليها في البيت تفرحي بيها الولاد كده، احسن ايه ما يشتروها من بره ومبتبقاش ايه حلوه زي ما انت بتعمليها في البيت. هنكمل بقيه بقى الكميه بتاعتنا واوريكم. هنكمل دلوقتي بقى، خلاص احنا خلصناهم نقلناهم في الطبق وحطينا عليهم الشوكولاته. دلوقتي احنا حطينا بقى ايه كريمه في الكيس بقى، ممكن تحطيه في كيس حلواني او ممكن تحطيه في كيس عادي، كيس اللبن العادي اللي عندنا في البيت. وايه نعمل بيه بقى ايه الحاجات الزجزاج الصغنن اللي احنا بنعمله كده زي ما اولادنا بيجيبوه كده من المحلات. شايفين عامل ازاي؟ ممكن نعمله كده وممكن بقى نعمله بطريقه تانية برضو اللي هي ايه نحط بيها الكريم نملاها كلها كريمه. فاحنا هنعمل بس ايه الحبه دول كده يبقى عامل زي الزجزاج كده. حاجات جميله وممكن نعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه وتطلع زي ما اولادنا بيشتروها بالظبط واحلى كمان. هوريكم بقى دلوقتي هنعمل بقى التانيين دول ازاي. وده بقى هنعمله بقى ايه عليه بقى ايه كريم شانتيه كده ايه حته كده على بعضها. طبعا كده ايه خلصنا دول اهو، شايفين شكلهم جمال ازاي؟ حاجه كده كده تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. يعني حاجه يا بنات مفيش بقى احسن من كده، يعني تعملوا ايه كل حاجه في البيت بطريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكي حاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجه كده جميله. شايفين الجمال؟ شايفين الطعامه؟ هنعمل برضو دول برضو ونوريهم لكم. ودلوقتي كده خلصنا بقى كل ايه التزويق بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. وشايفين ده عامل ازاي وده جميل ازاي، وحاطين عليه برضو ايه نقط شوكولاته كده في الايه في النص. وكده وصفتنا بقى خلصت، وان شاء الله يا بنات بقى كده الوصفه دي تعجبكم بقى. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله على خير بقى في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.